من أعظم مقاصد هذه الشريعة المباركة الدعوة إلى المحبة وإلى تآلف القلوب. انظر إلى أحكام الإسلام الخمسة بعد الشهادتين. انظر إلى الصلاة، اجتماع، مسجد واحد، صلاة واحدة، الناس يجتمعون، دعوة إلى الاجتماع. انظر إلى رمضان، صيام في وقت واحد وإفطار في وقت واحد وصلاة التراويح، دعوة إلى الاجتماع. انظر إلى الحج، الكل يذهب إلى أماكن معينة وبزي واحد ولبس واحد، دعوة إلى الاجتماع. انظر الزكاة، الفقير الغني يعطي الفقير حقه ماله، دعوة إلى التكافل الاجتماعي. وهكذا بقية أحكام الدين، السلام دعوة للاجتماع والتآلف، وهكذا صلة الأرحام هي دعوة إلى الاجتماع والتآلف. إذن ديننا كله يدعونا إلى الاجتماع وتآلف القلوب. وحقيقة الاجتماع إنما تبدأ من القلب، أن تجتمع بينك وبين أخيك المسلم. ولهذا دعا الإسلام الاجتماع من القلب، فقال: لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، كونوا عباد الله إخوانا قلبا وقالبا. ودعا إلى الاجتماع في الظاهر كما مرت معك في أحكام الدين. إذن المسلم الحقيقي هو الذي يدعو إلى اجتماع القلب وتآلف القلب وإلى الاجتماع الظاهر. هذه هي مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. فاحرص على أن يكون لديك محبة وتآلف لإخوانك ودعوة واجتماع بأحبابك وإخوانك وأقاربك. نسأل الله يجمع قلوبنا على طاعته.